السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بصحه وسعاده وهنا يا رب. النهارده جايه معاكم بوصفه السجق الشرقي، هنعمله مع بعض. ان شاء الله يكون سهل عليكم. مش عايزه اطول عليكم، تعالوا نشوف المكونات. معايا نص كيلو من السجق، ومعايا فلفل وقرفه وملح، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا زيت، ومعايا طماطم متقطعه مكعبات صغير، ومعايا بصل برضو متقطع مكعبات صغيره. يعني بصلتين وطماطمايه كبيره وقرنين فلفل حامي، عشان يبقى سبايسي وحلو. طيب انا هنا حطيت طاسه على النار او حله او اي حاجه، وحطيت فيها شويه زيت. تمام. وبعدين هنزل بالبصل بس، يعني بتقدح شويه، الزيت يسخن شويه معايا. تمام كده. دلوقتي انا هحط البصل. بسم الله. تمام كده. البصل بس يدبل معانا وارجع لكم تاني. دلوقتي البصل دبل معانا بقى بالشكل ده، هننزل عليه بقى بالفلفل. بسم الله. هنقلب كويس. تمام. الفلفل برضو يدبل معانا شويه، وهقول لكم هنعمل ايه في الاخر. كده الفلفل دبل برضو معانا، فهننزل بالتوابل اللي هي ايه، الفلفل الاسود ورشه القرفه والملح. تمام كده. هنحط الملح دلوقتي، هنحط الملح دلوقتي لان السجق مش هياخد وقت في التسويه. وكمان مش حاجه يعني تقيله، هو خفيف يعتبر، بياخد تشويحه مع الخضار وخلاص على كده. حطينا التوابل وقلبنا كويس قوي. هننزل دلوقتي بالطماطم بقى، ونقلب برده كويس قوي. بصوا بالشكل ده. بصوا بقى، بصوا الكلام ده كله مع بعض شكله تحفه. كمان الريحه مع البهارات مع الخضار، مش عايزه اقول لكم عامله ازاي، تجنن بجد. احنا هنا بعد ما قلبنا الخضار مع بعض بالتوابل وكده، هننزل طبعا بالسجق. بسم الله. اللي حابب يخلي السجق سليم تمام، اللي حابب يخليه قطع كده تمام برده، مفيش مشكله. بس لو قطع كده مش هنقلبه كتير، هو تقلبتين بس وخلاص. هو يستوي على طول، خلي بالكوا عشان مش بياخد وقت خالص. تقلبتين خفاف كده، وبنسيبه شويه صغيرين لحد ما يستوي. هرجع لكم تاني بعد ما قلبناه بقى ووصل معانا للمرحله دي. هو لسه طبعا ما استويش، هو قدامه بالظبط من 3 ل 4 دقايق وخلاص يستوي. هننزل بس بربع كوبايه ميه. بسم الله. بس ليه الميه دي؟ عشان يعمل معانا صوص في الاخر، يبقى نتيجته حلوه ونقدر نغمسه. بصوا احنا وصلنا لفين اهو، ما اتهراش ولا اي حاجه. ليه؟ عشان انا سايباه في حاله، مش بقعد كل شويه اقلب. انا سايباه لحد ما ينزل الصوص بتاعه اللي فيه، عشان اقدر اخد صوص اغمس منه في الاخر، يبقى طعمه حلو و... وكويس كمان. بصوا حبايبي، بقى معانا بالمنظر ده. تحفه تحفه تحفه. احلى واجمل واطعم طبق سجق ممكن تاكلوه في حياتكم. لو اول مره تشوفوني، انا شيف هدير المصري، ودي قناتي على اليوتيوب. اتمنى الوصفات تبقى سهله وبسيطه وتعجبكم وفي متناول الجميع. دمتم بخير ودمتم سالمين. باي باي.